السلام عليكم. اليوم جبت لكم واحد الطريقه سهله باش توجدوا دجاج محمر بطريقه سهله وسريعه، وكيجي رائع وتيجي بمذاق ديال المناسبات. يلا نبداو على بركه الله. جبنا واحد الدجاجه اللي كنا غسلناها من قبل مزيان بشويه الملحه ورقدناها في الحامض وصافي، وغسلناها وخليناها تقطرات مزيان وحطيناها. جبنا واحد ثلاثه ديال البصلات، من بينهم بصله صغيره، وغادي نحك واحد 3 الفصوص ديال الثومه. درنا واحد المعلقه ديال سكينجبير واخا يكون شويه المعلقه تكون عامره ماشي مشكل، لحقاش الدجاج كيبغي سكينجبير. درنا نص معلقه ديال البزار، معلقه صغيره ديال الخرقوم، واحد شويه ديال الملحه لحقاش راه ديجا الدجاج مغسول عندنا بالملحه. درت واحد معلقه كبيره ديال الربيع، عندي مقطع ولكن ماشي مشكل، راه انا كنديرو غير مربط. درت واحد شويه ديال الحامض مصير، غير داك اللب ديالو، واحتفظنا بالاخر. ودرنا واحد نص معلقه ديال السمن، وزدت واحد نص كاس ديال الماء، وكنخلط داكشي مزيان. كيتخلط داكشي مليح باش غنشرملو الدجاج ديالنا. جبنا ديك الدجاجه هكا كنشرملوها، نتوما شفتوا في الطريقه باش كنشرملها. ضروري داك الدجاج كامل يتشرمل بديك الشريميله باش تجي داخله فيه العطريه صافي. وكنحطوه في الكوكوط ديالنا، كنزيدو عليه ديك الشريميله اللي بقات عندنا تما صافي، ونحطوه فوق العافيه باش يتقلى. ندوزو دابا نقشرو ديك البصله هكا. البصله راه عندي 2 حبات كبارين باش تجينا الدغميره، صراحه تجي ديك الدغميره معلكه ضروري من ديك البصله. صافي انا كنشوف الدجاج ديالي كنشوفوه هكا قلبته باش تدخل له ديك الشرموله من الجناب صافي. ودابا غنخليه على صدرو، غنخليه هكاك على صدرو. دابا ما غاديش نعاودو نحركوه باش ما نديروش الفروج ديالنا باش ما يديرش، باش ما يتحليناش. صافي كنجيب ديك سميتو ديك البصله وكنبدا نشلضها غير بشويه بشويه، خصها تجي مشلضه رقيقه صافي. وكنزيدوها في الكوكوط صافي، وكنجيب داك الكويس اللي درت فيه واحد شعيرات ديال زعفران شعره. اللي ما عندوش ماشي ضروري، انا عندي رانا درتو. اللي ما عندوش متوفر ماشي ضروري، غير داك الخرقوم وديك العطريه راه كيجي بها بنين. صافي غطينا على ديك الكوكوط، خليناها فوق البوطه، ودزنا نقطعوا ديك القنيصه ودوك الكبيدات ديالنا. انا راه عندي كبيدات وقنيصات زايدين ماشي غير ديال داك الفروج، راه الفروج كتكون فيه غير كبده وحده وقنصه وحده وقليب واحد. دابا انايا قطعنا ديك القنصه كامله وداك القلب غادي نرميهم مع الدجاج والبصله، لحقاش راكم عارفين القنصه كتهشي شويه طياب ماشي بحال الكبده. صافي الكبده خليناها هي الاخرى صافي، وخلينا ديك الكوكوط هكاك فوق البوطه سدينا عليها وخليناها. مره كنحرك داك الفروج باش ما نحش به باش ما يلصقش لينا، يا مره هكا شويه على ما وصافي. وقتلو البوطه وخليوه كيطيب صافي. ملي حليت عليه اصلا البوطه راه كانت ناقصه باش يجي داك الفروج يطيب على خاطرو باش ما يتحل ما والو. انا هزيتو دابا صافي. رديت الكوكوط فوق البوطه وزدت شويه في العافيه باش تدغمر لينا ديك الدغميره باش تجي معلكه. ضروري تزيدوا شويه في البوطه. رميت ديك الكبده اللي قلت لكم راه خليت، درت واحد كاس لاروب ما بين زيت العود وزيت المائده. اللي ما عندوش زيت العود راه صافي يدير غير زيت المائده بركه ماشي مشكل. صافي ديك الدغميره بتكون فوق البوطه، مره حركوها باش ما تلصقش. صافي دابا غادي نجيو ندهنوا داك الفروج ديالنا. درت واحد معلقه صغيره ديال الزبده وزدت عليها معلقه كبيره ديال الزيت، وغادي نبدا ندهن في داك الفروج ديالي كامل. ديك الزبده مع داك الزيت صراحه تيجيب داك التحمار كيجي مذهب غزال. هانتوما غتشوفوا الشكل في الاخر فاش غادي يتحمر، غادي تشوفوا الطريقه. لحقاش كاين اللي كيدهنوا غير بالزبده وكاين اللي كيدهنوا غير بالزيت، فاش كيكون المزيج بيناتهم بجوج تيجي صراحه التحمار حسن. هانتوما شوفوا معايا الدغميره كيفاش جات. ها هي صراحه ديك المريقه وقفات، ديك الزويته راه بدات تصفات بوحدها، وديك البصله مع دوك الكبيدات جاو هما هادوك. صراحه الدغميره جات معلكه صافي. ونطفيو عليها. هانتوما دابا شوفوا الفروج كيفاش جا في التحمار. صراحه التحمار تيجي غزال. هانتوما شوفوا خا راه عندي غير الفران ديال الغاز، راه ماشي الفران ديال الضو، غير الفران ديال الغاز، وكنخشيه الفوق وكنخلي العافيه لتحت صافي كيتحمر كامل. صافي دابا انا غادي نبدا نحطو في طبسيل ديال التقديم. انا حطيته وغنزيد عليه ديك الدغيميره، نحطو ديك واحد المغرفه بعدا من الفوق باش تفزك لنا داك الدجاج وصافي. ونبدا نحط في الجناب. انا صافي حتى تنسالي ديك الدغميره ديالي كامله على داك الفروج صافي. وانا قدمته لكم بالصحه والراحه.
وصافي هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا ديال الدجاج محمر. ها نتوما شفتوا كي جا صراحه وغزال وكيشهي. كنتمنى يكون عجبكم الفيديو ونكون ما طولتش عليكم، وما تنساوش تضغطوا على زر لايك وتشتركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد وتشجعونا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.